بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا كده حاجه جميله كلنا بنحبها. معانا طاجن اختراع. طاجن ده عباره عن بزله ولحمه بالتكات والحركات، ان شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا ندخل على المقادير. معانا بسله مغسوله ومتصفيه، بطاطس مكعبات، جزر مكعبات، بصلتين مفرومين، لحمة كده ملبسة، طماطم مصفية، سمنة، مكعب مرقة، ورق رول وحبهان مطحونين، فلفل اسود وملح، 4 5 فصوص توم، رز ومكرونة شعرية. ويلا على التحضير. معانا حلة سخنة كده على النار، ننزل بيها بمعلقتين سمنة، نسيبها كده لحد ما تقدح كده قوي، وننزل باللحمة كده بالشكل دوت. وحتة الدهن دي بقى بتنزل كل الإيدام بتاعها، بتدي طعم كده، ياخد الصدمة. ونفضل نقلب فيها، نقلب كويس بس لحد ما يبقى لونها كده، يتغير لونها كده. ننزل بقى بالحبهان وورق الراولي مطحونين، ومكعب المرقة، وفلفل اسود. ونفضل بقى نقلب فيها ونشوح فيها كويس. نقلب كده اهو، ونفتت مكعب المرقة كويس برضو. افضلي قلبي فيها لحد ما تبقى بالشكل دوت. وننزل بمية سخنة، ما تحطيش مية باردة ولا مية ساقعة، لان هتقرمز معاكي اللحمة ومش هتستوي. نديها تقلبتين كده ونوطي عليها، وبعد كده لحد ما تشرب المية كده زي ما انتوا شايفين. ننزل بالبصلة. على فكرة كده اللحمة تكون مستوية بنسبة 80%. والثوم، وبرضو نقلب كويس، نقلب لحد ما تتشوح مش تتحمر. نفضل نقلب فيها كويس، بس اهم حاجة لحد ما بالشكل دوت. ننزل بالبسلة والبطاطس والجزر، وبرضو نقلب فيها كويس قوي لحد ما كله يتجانس مع بعضه، وتبقى بالشكل دوت كده اهوت. ننزل بقى بمعلقة صلصة، والصلصة دي لتعزيز اللون مش اكتر. ونقلب برضو لحد ما معلقة الصلصة تتجانس برضو مع الخليط ده كله. بالشكل دوت. وننزل بالطماطم ونقلب برضو. ونديها حبة مية برضو سخنين لحد ما تبقى برضو كده، وحبة ملح وفلفل اسود. خلينا متفقين ان اللحمة استوت بنسبة 80%. هنا بقى عندنا حل من الاتنين، يا تكمل سواها بالشكل دوت، نوطي عليها النار وتكمل سواها، يا اما هنحطها في طاجن
او توزعيها بقى على طواجن صغيرة، يعني اي حاجة تريحك. انا حطيتها في طاجنين وتكمل سواها في الفرن. هنقسمهم، حبة في طاجن واحد، حبة في صينية، في بايركس، في اي حاجة، بس الفرن بيديها طعم تاني خالص. اهو كده اول واحد، وادي التاني، لحد ما نملى الطاجن ونقفل عليهم بالورق الفويل بالشكل دوت. والتاني برضو، ونحطهم في الفرن على درجة حرارة 200. ونقفل عليهم. نعمل هنا الرز بقى قبل ما يستووا. نحط سمنة في الحلة وننزل بالمكرونة الشعرية ونقلب لحد ما لونها هيبقى ذهبي. وننزل بالرز مغسول ومتصفي ونقلب بقى ونشوح برضو بالشكل دوت. وننزل بالملح ونقلب برضو الملح بالرز بالشعرية بكله. وننزل بمية سخنة ونقلبه لحد ما يتشرب. ونغطيه ونوطي النار. هنا بقى هي كانت دخلت في السوا والمية اللي فيها بالطماطم اتشربت. شلنا من عليها الورق الفويل واللحمة استوت خالص دايبة كده. بصوا بالشكل دوت، لحمة والبسلة والجزر والبطاطس كلها استوت. بقول لكم بقت 100 100 اهي. وحطوا اللايك. نرفعها بقى على الشواية من فوق، وبرضه ده شلنا منه الورق الفويل. ونسيبها حوالي ربع ساعة كده لحد ما بقت بالشكل دوت. الوش اتحمر اهوت. والله الطعم تحفة، ولا الريحة بقى. الطبق دوت لو جربتوه هتعتمدوه على طول، وهيبقى أكلة من أكلات رمضان. وهو ده الشكل النهائي بتاع طبقنا اهيت. وبألف هنا وشفا على قلبكم. وده الشكل النهائي بتاع الأكل بتاعنا. ايه رأيكم بقى؟ مستنية رأيكم في التعليقات. ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي ياريت تجربوها. متنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في أسرار الطبخ مع أم ربيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.